حبايب قلبي الغاليين، عايزه اوريكم حاجه بس ما تتخضوش. قررت ان انا اعمل الموتيل للبلكونه بتاعتي، ودي كانت النتيجه. ادي منظر البيت، بصوا عامل ازاي. بقالنا 3 ايام. هنا كان في شراع فوق، تمام، قفلتها ازاز يعني، فبنيت مكانها. والالموتيل بدأ بقى ايه، المنطقه دي كده، تمام. فركبنا زي ما انتوا شايفين حلق رخام. مش عارفه البتاع بتتهز شويه، معلش انا بحرك ايدي. الحلق الرخام ده اللي فيه اهو الجنبين فوق الجناب، وفوق وتحت اهي العتبه، عشان يمسك فيها ال الباب الالوميتالي يعني، تمام. فانا بوريك اهو المنظر قبل ما نركب حاجه عشان تشوفوه بعد التركيب. وعايزاكم بقى تختاروا معايا الالوان، لان احنا هنبيض، فلازم تساعدوني مش تتفرجوا خلاص. اي نعم، انتوا مقصرين في موضوع اللايك ومقصرين في الشير وفي السبسكرايب، بس ما تقصروش معايا اني اختار الالوان. ما تسيبونيش بقى كده لوحدي. انا عايزه اعملها اللون التلجي، او افتح درجه في اللبني اللي هو عطشي على رصاصي كده، بس في درجه من اللبني، شعره لبني. لو عندكم راي تاني قولولي. ده بالنسبه كده هنا لاول اوضه، وباذن الله الالوميتال هيركب وهوريه لكم اتفرجوا عليه، وبعدين تقولوا لي بقى لون كمان يمشي مع الالوميتال، لان انا مختاراه يعتبر اوف وايت، تمام. ادي الحلقه اهو الرخام اللي بقول لكم عليه. بصوا هنا عشان مساحه البلكونه عندي ضيقه، كسرنا حته من الحيطه دي، اتكسرت. ارجع ورا كده، بصوا كانتش بالعرض يعني. بصوا العرض الحيطه دي هنا قد ايه، والحيطه دي هنا قد ايه، دي اعرض. فاحنا كسرنا حته من الحيطه عشان نعرض، لان الباب هيبقوا ضرفتين في يعني ضرفتين ادي نص البلكونه كده، تمام. فاضطرينا بقى ان احنا نكسر شويه من الحيطه عشان نوسع شويه في البلكونه. وادي كده يعني بصراحه الراجل اللي انا جبته ده يعني الله يبارك له، باشمهندس مصطفى. بص العتبه حلق كامل اهو رخام عشان يركب فيه الالوميتال. بص انا بوريهم لكم اهو. ده كده اهو الحلق كامل بتاع الباب، وده بقى حواليها، وده اللون الاساسي اللي كان. هو كان مش اللون غامق كده، بس عشان ببيض زيت، لان هنا بحر ورطوبه ما ينفعش مع البلاستيك، ما يتحملوش. اللون على فكره اغمق من كده شويه، يعني مش نفس الدرجه دي. فعايزه ابيض لون اللبني، لبني فاتح، افتح درجه اوضه الولاد واوضتي، وبقيه الشقه اوف وايت، او لون الفون بتاع النسكافيه يعني تحديدا، بما انه موضه. فنقوا معايا بقى، قولوا لي بقى ايه رايكم. والصبح يعني بصور اهو بالليل، والصبح هيركب الالموتال ان شاء الله، وهصوره واوريه لكم، وتقولي برضو ايه رايكم. انا اللي اخترته، انا اللي حلبت كده على فكره. انا جبت كذا واحد وضغط عشان اوصل نوع الالموتال اللي انا عايزاه، فضلت احلب كده عشان اركبه. ده كده اهو شكل البلكونه من بره. انا كده في البلكونه نفسها. بصوا قبل ما الالموتال يركب، بصوا العتبه، بصوا جمالها عامله ازاي. طبعا حاجه الاوضه الفرش بتاعها وكده هنا بره، فالدنيا محتاسه. معلش بقى الاضاءه في البلكونه مش قد كده، بس بوريكم اهو المنظر عشان ايه تعرفوا تقارنوا لما باب الالوميتال يركب. وقولوا لي بس ايه رايكم في اللون اللي انا اخترته. وده بقى حبايبي اهو شكل اسمه ايه، قولوا معايا، الباب الالوميتال اهو. بصوا عامل ازاي. هنا بقى كده من البلكونه اهو. يعني انا مش عارفه اوريكم الدور بصراحه، الصبح الاضاءه مش حلوه. بصوا بقى دي كده ضرفه سلك اهي، تمام. ودي بقى الضرفه مش عارفه اجيبها.
بقى كده الضرفه اللي هم تتقفل يعني. انا وريتكم لونه من جوه. بصوا طبعا الازاز ده مضغوط، ده اتنين مع بعض ازازين، وبينهم ده مش السيكر، ده بيبقى بينهم الذهبي ده. طبعا انا اسفه على منظر الاوضه المروع، لسه طبعا احنا ما فرشناش. نقوا بقى معايا لون الاوضه. انا هوضح لكم لون الالموتال عن كده كمان عشان تنقولي لون الاوضه. اللون بتاعه اهو. عايزه بقى اعرف ابيض ايه لون يمشي معايا. انا عايزه ابيض لبني فاتح. طبعا حبايبي بقى هنعمل اكله ايه الست المصريه المحتاره اللي هي ايه. ها خمنوا وحطوا اللايكات. ها مكرونه وبانيه. تمام. هنغسل بقى هنا الطماطم ونقطعها عشان نحطها في الخلاط نضربها ونشتغل واحده. واحط الميه على النار عشان عبال ما تتقطع الطماطم تكون غلت، ونحط المكرونه كده يعني نشتغل مع بعضين الخطوات. يلا بينا بقى حبايبي. الميه غلت اهي. هحط المكرونه يعني نزلت المكرونه وشويه ملح وبلاش الزيت عشان تتشرب بالطماطم لما احطها لها. ما يتزحلقش من عليها الطماطم وما تبانش فيها، لا اهو. ونسيبها بقى ايه تستوي. تمام. هنيجي هنا بقى اهو نعمل الصلصه. هنحط شويه زيت بس. هنستنى الزيت يسخن وننزل عليه بالطماطم. هنا بقى هعمل الكراست اللي بره البانيه. فيجيتار ولا مش فيجيتار؟ انا بعمله بالعيش الفينو الطري اهو زي ما انتم شايفين، وبيطلع طعمه روعه هش كده وبيقرمش من بره احلى 100 مره من الفيجيتار او اي خلطه تانية يعني. بس طبعا ايه مع التكات اللي بحطها مع العيش الفينو هقول لكم. ادي كل دول كده مثلا 4 ترغيفه. هنحط ايه حوالي فصين توم، بيدي طعم روعه. تمام. شويه فلفل اسمر بس ونضربه في الكب. هنا بقى حبايبي نزلت الطماطم اهي بتاعت الصلصه. هحط عليها فصين توم بيدي طعم روعه على الصلصه، ونقطه خل لو فيه حطيه. مش هتبقى عطشه طعم كشري لا، بس هدي طعم جميل قوي للطماطم. طبعا ملح وفلفل اسمر. وهتاكلي بجد والله احلى مكرونه. هي كل اللي دقها عندي شكر فيها. ونسيبها بقى ايه تتأثر كده وتتسبك على مهلها. بصوا بقى اما بيتضرب في الكبه بيبقى عامل ازاي. ولو اتضرب كمان هو طالع من الفريزر مش طازه بيبقى احلى وحبيباته اصغر، بس هي ما بتفرقش في التحمير بتبقى روعه. هوريها لكم دلوقتي. طيب هنا كده بقى هتبل البيض، فلفل اسمر وشويه ملح صغننين مش كتير. هنضرب. ممكن نخففهم بشويه زيت عشان حتى ايه يكتر شويه، مش هيقول لا يعني. هنا بقى اهو حطيت نقطه زيت كده، قيمه ربع كوبايه مثلا، عشان ما يبقاش كله بيض كمان عشان التكلفه. انا عشان ده بيض بلدي صغير ما لقيتش عندي بيض احمر. ممكن تحطي بيضه كبيره من البيض الاحمر. تمام. خلاص كده. هنا بقى البانيه كنت متبلاه، حطيت له ايه بقى اللي محبره كده، بابريكا وقرفه. اول حاجه اللبن حطيته في لبن طبعا عشان اللبن بيخليها كانك بتاكلي بسكوت، ما بيتقطمش ما بتشدش مش ناشفه.
لبن، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل، بابريكا. تمام كده. وقعدتها حوالي 3 ساعات، ودلوقتي بقى هبدا اشتغل معاكم. هنبدا بقى نشتغل في البانيه. بصوا بمنتهى النظافه من غير ما امسك حاجه. هجيب كده اهي حته بانيه من هنا للشوكه اهي، بسم الله، ننزل بيها الدقيق. تمام كده. ما مسكتش حاجه اهو بايدي عشان بشوف مهازل. وادي هنا اهو في البيت حتى الان اهو ما مسكتهاش بايدي. سيبها تتصفى وبعدين هنا اهو على ايه، بس هطلعها من هنا بايديا. بصوا غطيتها ازاي وما بتقعش منها ازاي. بصوا وهوريها لكم بقى لما تتقلي. ادي اول واحده اهي، ونكمل بقى كده الباقي. حبايبي هنا نزلت بقى بيه في الزيت. تمام، بس زيت ايه مش حامي قوي وموطيه عليه النار. ليه؟ عشان ما تحمرش من بره وما تستويش من جوه. تبقى حمرا مثلا خلاص فكرها كده استوت وما تبقاش مستويه طبعا. فلازم ان انا اعمل ايه، هنا كده نزلتها في الزيت اهو. تمام، بس الزيت ايه مش سخن قوي. ليه؟ عشان من بره ما يحمرش الكراست بتاعها وتلاقيها من جوه نيه. فلازم تبقى مغطيه عليها نار او نار وسط اللي بيها ايه الدنيا كلها تمشي مع بعضها. تمام. بصوا بقى المكرونه، عايزه اقول لكم الريحه روعه روعه. التوم عامل لها ريحه فظيعه بجد. يعني عارفه جربيها بالطريقه دي بجد. انا ما بجرب يعني ما بقولكوش على حاجه الا لما تكون من الاخر روعه بالطريقه دي. جربوها. انا اهو قلبتها بحطها بقى على النار تتفلفل. حبايب قلبي البانيه اهو في قلبي في قلبي. وادي المكرونه. لا اكله روعه روعه. جربوها بقى بالتكات بتاعتي وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. سلام حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، دي اهم حاجه. تمام. وكومنتاتكم الجميله بموت فيها، بحبكم والله. الف سلامه حبايبي.